وصفتنا لليوم بقلاوة الكنافة بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة يا جماعة، رهيبة، لازم تجربوها. أول حاجة احتجت لي الكنافة المقسمة أو المفتتة، أضفت عليها 3 ملاعق من السكر، 75 جرام من الزبدة، قلبتها بهذا الشكل وضغطتها بالصينية. ولطبقة القشطة احتجت لي كوبين من الحليب، أضفت عليها 3 ملاعق من النشا، 3 ملاعق من السكر، قلبتها على البارد ورفعتها على النار لحد ما ثقل معاي القوام. نزلت عليها علبة قشطة ورشة من موية الورد، وبعدها نزلتها على الكنافة، وبعدها حنزل عليها طبقات الكولاج، وبين كل طبقة وطبقة حبدأ أدهنها بالزبدة. طبعا تقدروا تستخدموا السمنة. آخر حاجة نظفت الأطراف وقسمتها بهذه الطريقة ودخلتها الفرن، وبعد ما طلعتها من الفرن سقيتها بالشيرة وقدمتها مع رشة من الفستق. ما أحكي لكم قد إيش لذيذة، وطبقة الكنافة مع البقلاوة من جد لذيذة. وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.